خايبة ونايبة، انت ازاي يا بنت تسيبي بيتك؟ ما خلاص بقى يا خالتي، انت هتفضلي تقطمي فيا كده طول اليوم؟ يا بنت هو اللي يمشي مش انتي. لو النبي ايه؟ ده انا قلت هتعملي عليا حما وتزعلي على زعل. يا بنت ده انا حقانية، هو اللي غلطان ياخد فوق دماغه، وبعدين هو هيلاقي زيك فين؟ ده انت اللي وقفتي جنبه وشيلتيه في السنين اللي اتعوجت عليه. بس طلعت ظلمه. لا بجد يا بنت، طلع مظلوم. مغرز. يبقى مفيش غيره، سعيد ابن هنية منهم لله. طب وديني وأيماني لا اطلع لهم امسح بكراماتهم الأرض. استني يا خالتي، رايحه فين؟ ولا تطلعي ولا تنزلي ولا تسودي ولا تعملي حاجه، هي عشتهم هتسود لوحدها. استبري انت بس كده واتفرجي. يا صباح الفل، يا صباح الهنا على ابني حبيبي وروح قلبي. كويس يا نور عيني انك جيت علشان خاطر تفطر مع امك حبيبتك. لا انا فطرت. فطرت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا عيني على الام دي، غلبانة والله العظيم، والله ومطحونة. يا عيني تقعد تربي وتكبر وتدلع عشان ولادها لما هي تكبر كده يقعدوا يونسوها. انما هنعمل ايه بقى؟ ما علينا. اعمل لك القهوة بقى المكحلة اللي انت بتموت فيها. اعملها لك سادة ولا زيادة؟ يعني انت عارفه ان انا بحب القهوه المتكحله ومش عارفه انا بشربها ايه؟ ايه؟ على الريحه. على الريحة؟ طيب ماشي على الريحة. اصل انا بصراحه حبيتها من كتر حب ابويا ليها. كنت دايما بروح اقعد معاه والاقيه فنجان القهوه قدامه، ويا سلام وهو بيتمزج باخر شويه في الفنجان. ياه، كنت بقول له يا بابا اسمها فرنساوي، يقول لي لا هي متكحله. يوم لما شربها مع واحد صاحبه يوناني كانوا شغالين في كسر الذهب، هو حكى لي كده، من يومها بقى هو بقى مغرم بيها. مم. وما قالكش يا نين عين امك انه كان مغرم برضه ببنت الراجل اليوناني بتاع كسر الذهب؟ ها، كان مغرم بيها صبابه. ما قالكش ولا انت اللي ما خدتش بالك؟ يلا، على اي حال انا هعمل لك القهوه المكحله اللي انت بتحبها عشان ابوك بيحبها. ما انتوا اصلكوا طالعين له يا اخويا، ما حدش طالع لي يا اخويا بتاعي. بتدور على حاجه يا نبيه؟ فين هدوم ابويا؟ حاجته فين؟ سبحته؟ نضارته؟ هو انت لسه فاكر تسال؟ ما كل حاجه راحت يا ابني. راحت فين؟ يعني مفيش اي حاجه من ريحته؟ سبحته اخدها سعيد اخوه، والنضاره واحد غلبان ما بيشوفش اهو اخدها يشوف بيها، وكل ما يبص على حاجه ابوك بياخد ثوابها. وبعدين هدومه فرقتها على روحه رحمه ونور عليها. للناس الغلاب اهو كل ما يلبسوها ابوك برضه هياخد ثوابها. الله، يبقى انا كده شايفه مصلحته حي وميت. أه. هو انت زعلت عليه لما مات؟ الا زعلت عليه طبعا. ده انا زعلت عليه خالص والله، بس حق ربنا يعني ما عيطتش. انا فاكر. انا اصلي ساعتها لقيت نفسي كتمت في روحي كده وزردت في نفسي، وطلع على نافوخي يا اخويا واعصابي باظت. ما تيجي نروح نزوره، بقالنا كتير ما شفناهوش. نزوره في ايه؟ في قبره. ها، هتيجي معايا؟ لا انت مش عايزه ولا مش قادره؟ لا مش حكايه مش قادره ومش عايزه، لا هو انا عايزه، بس انا يا حبيب قلب امك لما بروح هناك بتفطر من العياط، بتفحت من العياط والله، وببقى مقهوره كده هوت وما ببقاش قادره والله، بتعب. معلش تعالي على نفسك، اصل انا كده كده رايح له. ها، هتيجي ولا ايه؟ لا هاجي معاك، امال ايه؟ ده احنا حتى مقصرين في حقه، لازم نروح له، امال ايه؟ استناكي بره. ماشي. الله يرحمك يا ابو الدهب، الله يرحمك يا اخويا ويفشفش الطوبه اللي تحت دماغك يا رب. امين يا رب. امين.
سعيد. مالك يا حبيبي؟ ايوه حبيبي، وحبيبي لحد اخر يوم في عمري، لحد ما اموت. بعد الشر عليكي. ان شاء الله انا قبلك يا ستي. بعد الشر. وبعدين على فكره العيد الصغير بيجي قبل العيد الكبير. يعني ايه؟ ما اعرفش بقى، يعني هي ماما كانت دايما تقول لبابا كده، يعني يجعل يومها قبل يوم. بعد الشر عليك يا ماما. بعد الشر عليك. الحمد لله يا سعيد. كفايه ان انا وانت مع بعض وبنحب بعض، يعني مفيش اي مشكله هتقف قدامنا. وبعدين الدكتور طمنا، قال انه في امل، يبقى خلاص ان شاء الله خير. سعيد، انا عارفه ايه اللي قالك. افتكري ايه اللي قاليني؟ ست والدتك لما تعرف. مش ممكن اقول لك حاجه؟ ممكن ما تقلقش، احنا هنقول لها انا السبب. مش ده اللي قلقني. ولا ايه يا روحي؟ انا اللي قلقني ان انا هكون سبب في حرمانك من الاطفال، ان انت تسمعي كلمه يا ماما. حرمان ايه؟ حرمان ايه؟ يكفيني اني مراتك، والله العظيم ما عايزه اخلف لو انا معاك، اني اعيش عمري اللي باقي كله معاك شايله اسمك ومراتك. عشان خاطري خلي موضوع مامتك ده ما يقلقش. هتقول ايه يعني اكتر من اللي هي بتقوله؟ احنا متعودين. ممكن تروق بقى. انا متفائله بالدكتور ده والله، ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. انت ممكن تطلع تغير هدومك بقى لحد ما احضر العشاء. يلا يلا قوم. اتفضل. طيب اتفضل. طيب. وبعدين يعني انا بعمل عشاء كل يوم؟ دي حاجه كده تيجي مره في السنه. يلا. في حاجه غلط. في حاجه غلط. لا في حاجه غلط. امال اللي كان في بطن البنت نجف ده ايه؟ ها؟ لا 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 أنا مية. لا أنا شخص سليم، شخص سليم وزي الفل. الدكتور ده حمار ما بيفهمش. ربنا محوشهم لك شوية. محوشهم لك يا عبيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. قادر يحرق قلبك زي ما حرقت قلبي. مش مسامحاك وبدعي عليك ليل ونهار يا عبد الحكيم. مش مسامحاك وبدعي عليك ليل ونهار يا عبد الحكيم، منك لله. يا دي الهنا يا دي النور، يا ألف نهار أبيض. بتزغرطي على ايه يا خالتي؟ بقولك حامل والواد لسه على كتفي. طب وفيها إيه دي؟ هو ايه اللي فيها ايه؟ هو انا اصلا ازاي حملت وانا برضع؟ هتعترضي على قدرة ربنا؟ ونعم بالله.
طب والشريط اللي انا مركباه ايه مش شغال؟ يا اختي وفيها ايه؟ احمد ربنا، احمد ربنا ان جاي العيلين ورا بعض على الاقل يسندوا بعضيهم. وبعدين انتي قلقانه ليه؟ ده الخير كتير والحمد لله. بقول لك ايه، كلمي جوزك يا اختي وفرحيه. يلا اتصلي بيه. يا بنتي يا نواشي، يا بنتي ما تتحركيش، الحركة وحشة على الحامل وخاصة في الشهور الأولى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي مين يا اختي اللي حامل؟ نواشي، رضا عبد القوي. اسكتي، البنت يا اختي بتحمل باللمس. الله يبارك فيكي يا حبيبتي، تسلميلي. عقبال ما تشيلي عوض عيالك وتفرحي بيهم يا رب، ويرزقك بالخلفة الصالحة. إلهي يرزقك بمصيبة تاخدك. سيدك فين؟ ازيك يا حاجه؟ اهلا. تعالى يا بت. هو انا مش قلت لك لما التحاليل تيجي تبعتها لي على طول؟ ولما ما جبتهاش ليه؟ معرفش، سعيد قال هيجيبها ويجيلك. طيب اديني جيت بشحمي ولحمي اهو. هاتيهم بقى علشان نروح للدكتور ونشوف فيهم ايه. لا هما مع سعيد مش هنا. بيعملوا ايه مع سعيد؟ معرفش. لا باين لك بقى معون مصدي، لا بيشيل ولا بيحط يا بنت ثانيه. والله باين عليكي كده ارض بور، لا اله الا الله. طب لازمته ايه الكلام ده؟ لازمته ايه؟ انا عايزه اشوف ولادي. وبقول لك ايه، روحي قولي الكريمه، ست الكريمه اللي بتخططي له خلاص بيس فرقع زي البالونه. ايوه كانت زرعاكي علشان تشيلي وتحطي، لكن لا يا حبيبتي، هتطلعي منها ايد ورا وايد قدام. يلا من غير سلام، كتكون قرف. ايه القرف ده؟ مديحة، راحت فين دي بس؟ مديحة يا مديحة، راحت فين دي بس؟ طبعا يا حبايبي، انتوا جايين فاكرين ان احنا هندرس التاريخ اللي اتعلمناه في المدرسه ونروح نجاوب على الاسئله في ورقه الامتحان وبس. لا، انا هكلمكم النهارده في حاجات تانية خالص. اوعوا تكونوا فاكرين الكليه اللي انتوا هتدخلوها هي اللي هتحدد مستقبلكم. بالعكس، الكليه دي هي البدايه. ممكن تكون بدايه بسيطه كمان، بدايه زي نقطه في بحر. يعني لازم نتعلم العوم علشان نعدي البحر، مظبوط؟ المدرسة بقى اللي احنا بنتعلم فيها عمرها ما كانت مقياس للنجاح أو التفوق، لأن للأسف التدريس عندنا قايم على التلقين، خصوصا فزاعة الثانوية العامة، أو أنا بسميها مجزرة الثانوية العامة، لأنها بتستنزف الأهالي ماديا ومعنويا. وطبعا الأهالي عايزين ولادهم يدخلوا كليات القمة اللي هي طب يا هندسة. ده بيخلي الولاد يعملوا ايه؟ يحفظوا، ما يفهموش، ويدخلوا كليات طب وهندسة، وتكون النتيجة انه يطلع طبيب فاشل في مهنته او مهندس مش حابب المكان اللي هو فيه، لانه هو اجبروه انه يدخل طب او هندسة ففشل فيهم، والنتيجة
الناس هم اللي يتحملوها. يعني الطبيب ممكن يتسبب في موت مرضاه، المهندس يتسبب ان عماره تقع، مصنع يولع، لانهم مش حابين مهنتهم. وده اللي يخلينا نقول للاهالي قبل الولاد من فضلكم خلوا الولاد يدخلوا ويدرسوا اللي هم حابينه، يشتغلوا المهنه اللي حابينها. ما انا ممكن ابقى ميكانيكي شاطر، مش لازم دكتور شاطر، ممكن ابقى نجار شاطر. يعني كل واحد ينجح في المهنه اللي هو حاببها لانه درس اللي هو بيحبه، عشان ما ندفعش نتيجه فشل دكتور وفشل مهندس. فاهمين يا حبايبي؟ براقبت يا سنية، هو انت يا اختي ما بتسمعيش الكلام ابدا كده؟ في ايه على الصبح يا حماتي؟ في ايه على الصبح؟ انا مش قايله لك يا بت 100 مره تجيبي لي الفول غرقان في زيته؟ وفين البتنجان المقلي؟ هو انت يا بت هتفطريني على مزاجك ولا ايه؟ الدكتور بيقول نخفف الزيوت وبلاش طعميه. الدكتور ده ايه يا اختي؟ هو انت هتسمعي كلامي ولا كلام الدكتور؟ لا طبعا كلام الدكتور عشان صحتك يا حماتي. يا خي يا بنتي يا خي، اللي يمشي ورا كلام الدكاتره يموت ناقص عمر. يا بنت انا جعانه هفتانه عايزه افطر. اجري يا بنت هاتيلي شويه الزيت وهاتيلي البتنجان المقلي ورغيفين كده مفقعين كده حلوين. يلا يا بنت قومي نجري. حاضر بس خدي البدايه دي. يو ده مين اللي ما عندوش ريحه الدم على الصبح كده وجاي يخبط؟ أمال؟ يا بنت شوفي مين. حاضر حاضر. اهلا اهلا ست هنيه. ازيك يا سنيه؟ خطوة كريمه هنا؟ عزيز. اهلا 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 يا ست هنيه. تصدقي بايه يا اختي؟ لا اله الا انا الله. والبت ثانيه دي كنا لسه يا دوب جايبين في سيرتك. اي والله بالخير طبعا. اكيد يا حبيبتي. تعالي يا اختي تعالي يا اختي علشان نفطر مع بعض، وهيبقى عيش وملح بدل اللي فات ونجدد العهد برضه. لا يا حبيبتي فطرانه والحمد لله. بس لو تسمحي يا سنيه كده يا اختي كوبايه شاي في ال50 كده مظبوطه من ايديك الحلوه. عيني عيني. تعالي انا عايزاكي في حاجه مهمه. عايزاني في موضوع مهم؟ تعالي الله خشي. يكون خير يا اختي. ها خير خير يا حبيبتي، اموريني يا روح قلبي. شوفي بقى انت عارفه ان وفاء دي حته من قلبي والله. انت هتقولي لي يا اختي طول عمرك طيبه وحنينه وبنت اصول بصحيح. ربنا يخليكي يا حبيبتي. قولي لي هي وفاء بقالها قد ايه متجوزه سعيد ابني؟ مش كتير. لا كتير يا كريم، لا كتير يا حبيبتي. الواحده مننا كانت يا دوبك دخلتها النهارده بعد اسبوع يقولوا البت حبلت. قولي لي يا اختي انت عايزه تقولي ايه؟ ما تجيبي من الاخر كده. الشاي يا منورانا. الشاي يا منورانا. هاتي يا حبيبتي الشاي يا اختي. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. يا اختي شايك ماله مسخ كده؟ ايه انت بخيله ولا ايه يا سنيه؟ مش عايزه تحطي لي شويه سكر يا حبيبتي؟ ده انا حاطه لك 3 معالق. ايه انا بحبهم 5 في وش العدو والله. بقول لك ايه، خدي الشاي ده هون واعملي لي بقى شاي ايه سكرها كتير قوي وشايها كتير قوي وسخنه. سخنه قوي. وما تستعجليش براحتك خالص. عيني عيني. انا مش عاوزه اتكلم قدامها عشان ما تتخضش، ما هي امي برضو. شوفي يا كريمه، البت وفاء يا حبيبتي راحت للدكتور وعمل لها بقى شويه تحاليل على شويه اشاعات وكده هوت، وقال لها قال ايه يا اختي ان البت ملهاش في الخلف يعني. بقول لك ايه ما تتخضيش، انا بقول لك الكلام ده علشان نشوف لنا حل. ما هي الحكايه دي مهمه قوي بالنسبه للرجاله. ايوه وسعيد ابني يعني لو كان السنه دي هيستحمل السنه الجايه مش هيتنيها. انت بتقولي ايه يا وليه؟ لا وانا بتكلم جريجي يا كريمه. انا بقول لك الكلام ده علشان نشوف لها حل، نعمل لها زار شيخ يرقيها يمكن تتفك عقدتها، والدكتور هنعمل كل اللي هو بيقول عليه. ما انا خايفه لا تكون محسوده ولا حد عامل لها عمل. الله، ما هو انت ما تعرفيش ابني حبيبي سعيد كان قمر والله العظيم، قمر كده، والنسوان كلها والبنات بيموتوا فيه. لما وفاء بنتكم فازت بيه اكيد فيه واحده راحت عملت لها عمل والله، ويكون مرمي تحت راس ميت. ليه لا يعني؟
انا قلت لك اللي فيها وانتوا بقى ايه اتصرفوا. ايوه، اللهم اني بلغت فاشهد. سلام عليكم. مع السلامه يا شاي اختي. يا ست هناء. ايه الشاي يا اختي؟ شايك مسخ ليه كده؟ الله، ابقي اغلي الميه حلو علشان خاطر يبقى حلو كده وجميل. يلا سلام عليكم. سلام. كانت عايزه ايه العقربه دي؟ عقربه دي يا اختي طلعت عقربه وعقربه وعقربه، ام العقارب كلها. ازيك يا نبيه؟ خير؟ هنقف نتكلم على الباب؟ اتفضل. انا عايز اشوف التحاليل بتاعتك. خليني ابص عليها واقول لك حالتك ايه. انت جاي عشان كده بقى؟ لحقت الست الوالده تبلغك ها؟ طب بص يا نبيه، الموضوع ده خاص جدا بيني وبين سعيد. هو سعيد عارف انك هنا؟ طب تمام، انا لازم امشي عشان هعمل حاجات مع امي النهارده. انا قلقت عليكي وده اللي جابني. معرفتش اروح. حسيت ان انا عايز اجي اشوفك واتكلم معاكي شويه. نبيه خلي بالك من كلامك. ماله كلامي؟ انا جيت عشان اطمن عليك، انت بنت عمي وده من حقي. وبعدين انت في مشكله. هو انت نسيتي ان الدكتوراه بتاعتي في الموضوع ده بالذات؟ انا اكتر واحد ممكن اساعدك واعالجك. خليني اشوف التحاليل عشان اقول لك تعملي ايه بالظبط. طب وسعيد عارف الموضوع ده؟ سعيد ما يعرفش. هات التحاليل. خلاص يا نبيه، كلم سعيد الاول، لو سعيد وافق هعمل اللي هو عايزه. طب اخده بيكي. اتاخرتي ليه؟ ما اقدرش اتاخر عليك يا ست الكل. طب تعالي اقعدي. ما يصحش يا بنتي تعالي اقعدي. من عينيا. ازيك؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ زفت بعيد عنك، ده الدنيا ناشفه خالص. واللي يطريها على قلبك. عينيا ليه؟ طب بصي بقى، عاوزاك في شغلانه ومش عاوزه اشوفك. اللي بيني وبينك بعد كده مرسال. اللي تأمري بيها ست الناس، المهم بس ان الميه تجري شويه. هقول لك ايه بس يا بنتي يا شربات، الناس بقت واطيه وقله الاصل بقت طبع فيهم. تصدقي البت نواشي بنت المواشي حبلة. نواشي مين؟ نواشي مرات الواد عبد القوي ابن ضرتي اللي قتل ابوه ودخل السجن يا بت. قطع سيرته وحسه من الدنيا. ايوه بس ما تاخذنيش يعني يا ست الناس، الولية تحمل ولا ما تحملش احنا مالنا. انت يرضيكي يا بت يا شربات ان البت نواشي تحبل مره واثنين وثلاثه ومرات ابني قطع الخلف؟ يا عينها يا جبايرها، هو ايه؟ مفيش دم؟ مفيش احساس؟ اللي هتجيلها نقطه ما تقوم منها يا قادر يا كريم. ان شاء الله يا رب. والواد عبد القوي راخر يا اختي، عاوز يكوش على كل حاجه. ما هو اللي عنده العيال. الفاجر ده رقبته عايزه تتجز، هو ليه عين بعد ما قتل ابوه؟ الواد سعيد ابني يا حبه عين امه بيصعب عليا وبيوجع قلبي، وهو منكسر كده هو ودالل كده يا حبيبي، ودايما كده تحس الدمعه هتفر من عينه. وساعه ما شاف الوليه نواشي دي وهي حبلة، يا خرابي كان هيموت فيها. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. قلب امه. أأمريني يا ست الناس، عايزه ايه مني؟ هاتي اللي عندك. سقطيها. ايوه سقطيها وهيتحسب لك في ميزان حسناتك. ايوه. الله، هو سعيد ابني لما يشوف البت نواشي سقطت مش يقول الحمد لله يا رب ان مراتي وفاء ما بتحبلش عشان ما تسقطش؟ معقول برضه. طيب قلت ايه بقى؟ 50,000.
تخليهم 60. امين. شاوري انتي بس عليها وسيبي الباقي عليا. ماشي، ربنا يوفقك وييسر لك السبل كلها يا رب، ويجعله في ميزان حسناتك يا بنتي ان شاء الله. مساء الخير حبيبتي. انت عارف ان انت ما كلمتنيش النهارده طول النهار؟ مسألتش عليا. معلش ما قلت عليك. معلش، انا اسف معلش، انا عندي شويه شغل النهارده كتير. طب عارف ان مامتك جت؟ عرفت. كلمتك؟ لا، جت لي المكتب. قالت لك ايه يا سعيد؟ مالك؟ مفيش. طول النهار النهارده عمال افكر، دماغي عماله تودي وتجيب، عامل زي ما كنت تايه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتحرك، مش عارف اتنفس، لغايه ما لقيتها جت لي المكتب. حسيت ان انا عايز اقول لها الحقيقه، واقول لها ان انا السبب. سعيد لو سمحت اوعى تعمل كده. انا خايف اظلمك معايا. تسلمني لو سبتني يا سعيد. عايزه اقول لك حاجه. قولي يا حبيبتي. نبيه جه النهارده، سألني على التحاليل وكده، وكان عايز يطمن علينا ويشوف التحاليل وكده بس انا طبعا قلت له يعني مستحيل تشوف حاجه ولا اديك حاجه الا لو سعيد وافق. ازاي يجي هنا وانا مش موجود؟ وازاي تتكلموا مع بعض في حاجه زي كده؟ لو قال ايه انا مش موافق اصلا. يا سعيد ده انت عمرك ما زعقت لي كده، في ايه؟ انا اعمل اللي انا عايزه كده يا سعيد. ممكن تهدى شويه؟ مش هادي. ما بنتكلمش مع بعض كده، ما حصلش حاجه. اهدى افهم. طيب هو جه ليه وافهم انا بفكر ازاي. مش عايز كده يا سعيد. ممكن نفكر بالعقل شويه لو سمحت. نبيه ده دكتور اصلا، يعني الرساله بتاعته والتخصص في الموضوع ده، ما بيعملش حاجه غير بيحل المشاكل اللي شكلها كده من النوع ده. مين عارف، مش يمكن يساعدنا؟ مش يمكن يعرف يحل المشكله دي؟ مش يمكن نخلف؟ انا ما بقولكش قرر دلوقتي، انا بقولك اهدى، يعني خد وقت وفكر، واللي انت عايزه هنعمله، بس مش حاجه. ايه، تعالى يا حبيبي انا عايزه اتكلم معاه. ولا انت مش سامعني ولا ايه؟ نعم. تعالى يا نبيه انا عايزاه. وانا مش عايز اتكلم مع حد. لا مش عايز تكلمني ده بقى ان شاء الله. في ايه؟ لا هتقولي كلام مهم قوليه. لا ده قله ادب بقى، في حد يكلم امه بالطريقه دي؟ انا اصلا مش عايز اتكلم معاكي، روحي اتكلمي مع سعيد احسن. لا ده انت زعلان بقى من اللي حصل، لسه شايل منه. بالعكس، انا فهمت الحقيقه. طيب كويس انك فهمت وعرفت. يا واد انت حبيبي يا ولا. ما تقوليش حبيبك عشان انا مش حبيب حد، ومفيش حد في العيله دي بيحب التاني. احنا كل اللي ما بيننا مصالح مشتركه وبس، ولا صله رحم ولا بتاع. ما تقعديش بقى تقولي الكلام ده عشان انا مش هعمله. طب استغفر ربنا استغفر ربنا. بس استغفر ربنا على ايه؟
انا عمري ظلمت حد؟ جريت على حق مش حقي؟ اخدت حاجه مش بتاعتي؟ انا حتى الانسان اللي انا حبيتها انت رحت جوزتها لسعيد ووقفت معاه، وفي الاخر بتقولي استغفر ربنا على ايه؟ استغفر ربنا على انك بتكلم امك بالطريقه دي؟ انت مش عارف يا واد ان البركه اللي انت عايش فيها ببركه دعايا ليك؟ والله والله انا عمري ما هسامحكم على اللي انتوا عملتوه، وهفضل عايش طول عمري حاسس بالظلم والقهر. قولي لي صحيح، هو انت متاكده ازاي ان عبد القوي كان خانق ابويا؟ هو انت كنت واقفه وهو بيخنقه؟ لا بقى ده انت اتكلمت مع عبد القوي ابن تحيه ونفخ في نفسيتك من ناحيتي جامد قوي. انت عارفه ان الاشكال دي ما بتاثرش فيا، وجاوبيني على السؤال، ما تقعديش تلعبيني. يا نبيه، شفته بعيني وهو كاتم على نفس ابوك. عبد القوي ابن تحيه قتال القتله، عاوز تسمع ايه تاني؟ مصدقه نفسك؟ مصدقه نفسي. بس انا مش مصدق. تعالى هنا، اقف وكلمني زي ما بكلمك. ايه مالك؟ في يا واد؟ عمال تكلمني بالعين والحاجب وتبهدل فيا، انا عملت لك ايه؟ خدتوا مني وفاء، جوزتيها لسعيد، نصيبي اديتيه لسعيد، كل حاجه في الدنيا لسعيد. مش هسامحكم. انا بتمنى اليوم ان سعيد يطلق فيه وفاء، ساعتها انا هرتاح واحس ان حقي رجع لي. اتجننت والله، اتجننت. انا لو ما خدتش حقي من سعيد انا هقتله. يا بنت اتكلمي. عينيكي بتقولي انك مخبية عليا حاجة. انا ابوكي، انا اللي مربيكي وفاهمك كويس. ما تقلقينيش اكتر ما انا قلقان. كفايه اللي امك عاملاه في البيت ده، غير ستك اللي عامله مناحه ومعيشانا فيها. مش عارفة يا بابا، مش عارفة الصح أقول لك ولا ما أقولكش، مش عارفة. سعيد هو السبب مش كده؟ صدقني انا مبسوط قوي. عارفه مبسوط ليه؟ عشان انت قويه وفاهمه دورك كويس وعارفه هتتصرفي ازاي. أنا تعبت. معلش، ربنا هيقويكي. يعني هي صعبة قوي يا بابا، قوي. ما تشغليش بالك بيها، انت اقوى منها مليون مره. ساعات وأنا مع نفسي بحس طب أنا ليه مستحملة كل ده؟ طب ما خلاص أروح أقول لها الحقيقة وأخلص من طريقتها ولسانها ده. مادام جوزك مش عايز حد يعرف يبقى ما تقوليش. قولي لي انا بقى، ناوية على ايه؟ قولي لي، ما تكتميش في قلبك. يا بابا أنا أصلا مش عارفة أنا عايزة أعمل إيه. أنا جوايا خناقة. أنا يعني يا ترى سعيد هيفهم اللي أنا بعمله عشانه ده؟ يا ترى هيشيلها لي؟ يا ترى هيقدرها؟ مش مهم. وبعدين يا حبيبتي اللي انت بتعمليه ده ما بتعملوش عشان خاطر سعيد وبس، انت بتعمليه كمان عشان خاطر نفسك، عشان خاطر بيتك،
عشان خاطر انت بنت اصول ومتربيه، وكمان عشان خاطر انت ست. فاهمه يعني ايه ست؟ قولي لي، لما حد يحب يحلي حاجه كده ويعلي مقامها يقول ايه؟ مش عارفه. انا اقول لك يقول ايه؟ يقول ست الكل، ست الناس، ست الحسن. يا حبيبتي، الست اللي بحق وحقيقي تتحط على الراس زي التاج، تعلي المقام لفوق. وبعدين يا ستي، لو سعيد ما فهمش اللي انت بتعمليه عشانه مش مهم. المهم ان انت عملت الصح، عملت الاصول يا بنت الاصول، يا ست الكل. سر جوزك لازم يفضل في بير، ما تقوليش لحد، اوعي تقولي لامك. ولو لقيتيها بتتمرمط قدامك كده برضو اوعي تقولي لها، ولا تقولي لستك. تعرفه ممكن تعمل ايه؟ حاضر يا بابا. يا حبيبتي، شوفي انت هتعملي ايه واعملي من غير ما تفكري. ان شاء الله ربنا معاكي، وانا يا حبيبتي معاكي. يا بابا ربنا يخليك. يا حبيبتي، يا حبيبتي، يا ست الستات، يا ست الكل، يا حلوه يا قمر. طيب يوه. ابنك فين؟ عايزه منه ايه؟ يا عبد القوي، عبد القوي. اهلا ست الحاجه، ده ايه النور ده؟ يا نوشه سكت الواد ما صحش كده، عندنا ضيوف. بس حبيبي بس حبيبي. قلت ايه لنبيه يا ابن تحيه؟ الولايه دي عايزه منه ايه؟ مش عارفه، بس شايفه غلها ونارها طافحين على وشها ازاي، والنبي اللي زي دي هتموت والعه. يا اخي تولع بجاز وسخ حتى. شوف يا ابن تحيه، اشوف واسمع وافهم واوزن الكلام كمان. قولي ده انا مستني اللحظه دي من زمان. قول انت اللي انت عاوز تقوله، كأنك بتدن في ملطة، محدش هيسمعك. هو انت ما عرفتيش اللي حصل؟ لا، ما عرفتش ومش عايز اعرف. مش ملطه اتقدمت؟ ده بيقول لك بقى فيها صبات وميكروفونات وسماعات، ودبه النمله هناك بقى بتسمع. اخرك ماليش اخر. انت فاكر يا ابني انك هتقدر تقلب عيالي عليا؟ انا؟ يا ساتر، اعوذ بالله، ولا جه في دماغي ولا حتى فكرت. هما يقلبوا عليكم منهم من نفسيهم. قلت ايه لنبيه يا عبد القوي؟ الله. ولما انت مش همك وعارفه ومتاكده ان عيالك لا يمكن يقلبوا عليكي، وعارفه برضه ومتاكده ان الاساس جامد ومتين، خايفه ليه؟ هنية ما تخافش، هنية ما تتهزش، هنية دي جبل يابا. ولما انت يا جبل ما يهزك ريح ولا فيضانات وزلازل وبراكين، جاي لحد عندي ليه؟ جاي ليه على سكة الغلبان المكسور اللي متداس عليه بالجزم؟ بقول لك ايه؟ اقول لك انا، بسم الله، الله اكبر الله اكبر. قالوا زمان اللي تمنه فلوس تقدر تشتري سكاته، واللي تقدر تشتريه ما تخافش منه. والدهب غالي واللسان رخيص. انت يا واد عمال تقشش فيا كده، عيني عينك، ما انتش مكسوف من نفسك. يعيش البجح على قفا المكسوفه مرات ابويا. اقول لك
انا هقول لهم ان انتي كنت ست الناس، وان انا شفتك بعنان الاتنين دول زمان قاعده تحت رجل ابويا بتخدميه وبتراعيه، ده حتى لما مات شقيتي هدومك عليه وعينيكي دبلت من الحزن وكنت عايزه تدفني معاه. انت بس فتحي مخك معايا، ولازم تفهمي ان اللي راح راح خلاص، ما منوش لزوم، واللي جاي اقوى واهم بكتير. على البركه يا روح امك. ايه رايحه فين؟ كنت هعمل لك شاي. اشربي يا روح امك. يا بنت المجنونه، ايه عايزه ايه منك الولايه دي؟ بتقولي انها ما نقطتش الواد يوم السبوع ولا حتى يوم ما خرج بالمستشفى، وكده يبقى لينا عندها نقطتين اهم. إلهي يجي لها نقطه هي واهلها. الواد فين؟ اديته لامك تنيمه. عايزاك في كلمتين يا عبقاوي. احلى كلمتين. لا، كلمتين من اللي بيتسمعوا ويتعقلوا ويتوزنوا وتحطهم حلقة في ودنك. الراجل اللي بيعمل الفلوس بيصرف ويبعزق وما بيهموش. عارف ليه؟ عشان هو عارف انه قادر يعمل غيره. انما الراجل اللي الفلوس تعمله بيخاف يصرف عشان عارف ان هو من غير الفلوس ولا حاجة، ما يسواش. هز الغربال وانت بتتكلمي يا نواشي، وخلي بالك من الكلام اللي بيقع منك. لا، انا اتكلم زي ما انا عايزة. انت قلبي عبقاوي، انت نني عيني اللي بشوف بيه. ياك فاكر ان نقلتنا هنا ولا الدهب اللي اديتهولك هنية هزني؟ امال ايه اللي يهز نواشي؟ الراس المرفوعة، العين القوية اللي محدش يقدر يدب فيها رصاصة. وايه لازمته بقى الكلام ده دلوقتي؟ هنية اديتك دهبها ليه؟ اوعى تكون بتستقوى على واحدة ست. هنية قافلة وبتبخ سم وانا عارفة، بس اوعى تسن سكاكينك على اللي وقع ومحدش سمع عليه. اوعى تكون كانت جاية طالبة منك السماح وانت رديتها وشمت فيها. اوعى اوعى يا عبقاوي. لا يا نواشي لا، اقسم بالله لو كانت جايه ندمانه حتى لو من ورا قلبها انا كنت بوست راسها وسامحت في اللي فات كله، بس هي جايه والكبر مالي عينيها، جايه توريني اللي هي لسه قادره، جايه تعرفني ان انا لو وقعت تحت ايديها مش هتسمع عليا ولا ترحمني. والله ده اللي حصل. كنت عايزاني اعمل ايه طيب؟ اسلم وانخلها؟ لا، زي ما انا عايزاك ما تستقواش على واحدة ست. اوعى تضعف ولا تنخ. اللي يرشك بالمية رشه بالدم. اصيله يا بنت، اصيله. ايه اللي كنت عايز تقوله لي بقى يا سعيد؟ أنا كنت عايز أتأكد من الكلام اللي أنت قلته. ايه الكلام اللي انا قلته عايز تتاكد منه؟ ما انا بقول كلام كتير. لا الكلام اللي بخصوص الحل اللي أنت قلته عشان خاطر وفاء. لا يعني خصوص لو كان الراجل هو اللي ما بيخلفش. الراجل؟ انت عمال تلف وتدور، ما تخليك صريح. انت عايز تقول لي حاجه؟ في أنا بيه اللي هقوله ده يبقى بيني وبينك. المشكله منك انت؟ انت خايف امك تعرف صح؟ انت هتقول لها؟ لا، هقول لها ايه؟ هي دي حاجه تتقال؟ انا قلت كده برضو، احنا اخوات وملناش غير بعض. وقلت كمان انت لما عرفت المشكله عشان كده طلبت التحاليل من وفاء عشان تحل لنا الموضوع ده. ما تقلقش يا سعيد،
الموضوع سهل، انا عندي الحل. اهم حاجه تسمع كلامي كويس. لا، انا ما بحبش الطريقه دي. ما انت لازم تسمع كلامي علشان نجيب نتيجه بسرعه. طب ماشي. اعمل حسابك ان انت هتصرف فلوس كتير. وماله، طالما هتجيب نتيجه. خير. انت كنت عامل تحاليل، انا عايز ابص عليها. كده كده انا هعمل لك تحاليل وفحوصات تانية. تحاليلك دي فين؟ معايا في العربيه، ممكن اطلع اجيبها لك. بقول لك ايه يا عسل، خدي دمي. مش هسيبك يا بنية. ابعدي عني يا مارة، ابعدي دمي. هتطلع في ايدي لو بنية تقتليني. الحقوني يا ناس، الحقوني الحقوني. تعالي، مش هسيبك مش هسيبك. مين اللي بعتك تقتليني يا بنت؟ مين اللي مطلعك؟ ما تسيبهاش تمشي. ابعدي ابعدي عني يا ستاتي. مين اللي بعتك تقتليني؟ قولي. هطلع روحك فين؟ ايه اللي حصل؟ كانت جايه تقتلني. تقتلك؟ نبلغ البوليس. البت دي كلامها ما دخلش دماغي بنكله. اصل الاشكال دي انا هرشاها كويس. قال ايه؟ عايزه تسرق الموبايل. لا يا حبيبي، دي لو عايزه تسرق الموبايل كانت نتشته وجريت. يا عبد القوي، البت دي في حد مسلطها. مين بس هيسلطها يا نواش؟ طب والخدمه الشريفه البت دي وراها حد؟ ايوه يعني نسلطها تقتلك؟ لا، اللي مسلطها ما سلطهاش تقتلني، انما سلطها تسقطني. ايه؟ تسقطني زي ما بقول لك كده. البت دي اول ما مسكتني راحت مدياني بالشلوت في بطني. هو انا هبله ولا عبيطه؟ لا، ده انا مدقدقه وفاهمه. انت بتقولي ايه؟ زي ما بقول لك كده، البت دي لازم تعرف قرارها وتعرف مين اللي وراها. طب اما نشوف بس البوليس هيعمل معاها ايه الاول. شوف اقول له ايه؟ يقول لي بوليس. ما هتطرش الكلمتين دول للبوليس. انت لازم تدق على دماغ امها لحد ما تعرف مين اللي وراها. يعني انت مش عايزه تقولي مين اللي وزك على نواشي علشان تسقطيها؟ اسمك شربات مش كده؟ سيبك من موضوع الأدوية دلوقتي. المستشفى اللي بكلمك عليها ديت من أكبر مستشفيات العلاج بالخلايا الجذعية في العالم، بالاشتراك مع المعاهد البحثية بقى المعروفة في ألمانيا وكندا وأمريكا. بس العلاج بتاع نبيه ده لسه تحت التجربة. مستر سعيد ما تقلقش، احنا عارفين بنعمل ايه كويس. في الحقيقة أنا كنت قريت الملف التاني اللي حضرتك بعتهولي، اللي بخصوص يعني الحيوانات اللي هي لا مؤاخذة بتاعة الخلفة دي، يعني اللي هي اتجربت على حيوانات، يعني ما اتجربتش على بني آدمين قبل كده. مستر سعيد، كل الأدوية في العالم اللي أثبتت فعاليتها تم تجربتها على حيوانات. ده أمر طبيعي. صح. أنا مش عايزاك تقلق. احنا قدرنا من خلال الخلايا الجذعية للراتس الفئران إننا ننتج حيوانات منوية، ودلوقتي عندنا فئران جميلة صغيرة. يا حبايبي ايوه. يبقى كده نجحنا ولا لا؟ يعني كده نجحتوا في الحيوانات، ربنا يكرمكم في البني ادمين. ما تقلقش، النتيجة مضمونة 100%. سعيد، لو انت مش مقتنع خليك هنا مع الدكاترة، لف بقى من دكتور لدكتور ومش هترتاح. هناك الدكاترة كلمتهم واحدة، يا نعرف يا ما نعرفش. صحة الإنسان عندهم غالية جدا. وهقول لك على حاجة، انت لو قلقت خلاص تبقى جيت سافرت غيرت جو غيرت مود ورجعت. اقتنعت؟ خلاص جو ان هنكمل. انا في الحقيقة قلقان من نبيه، صح؟ يعني اصل حضرتك ما تعرفيش المشاكل اللي بيني وبين اخواتي وكده. انا مش عايزاك تقلق خالص، بالعكس انا عارفة كل حاجة. يعني نبيه اداني فكرة كده. إذا تقصد الأخ الثالث ده مش عارفة اسمه إيه، ممكن يبقى عندك حق، لكن نبيه ما افتكرش. بالعكس، نجاح تجربة نبيه واقفة عليك.
ومش طفل ولا 2، من مصلحته انك تجيب 10. كل طفل هتجيبه هيبقى مليار زيادة في رصيد نبيها. والخناقات بقى اللي بينك وبينه دي هتبقى في الآخر شوية فتافيت ملاليم، مش هتملى عينه. انت مش فاهم انت داخل على ايه مستر سعيد. سلمت امري لله. طيب يلا على الباب يا اخويا، متصربة على ايه؟ ايوه يا اخويا. هنية سعيد ابو دهب. ايوه انا هنيه. مطلوبه في النيابه. نيابه؟ ليه؟ ما عنديش فكره والله، اتفضلي معانا. اتفضل يا حاج. يعني كده الموضوع خلص خلاص؟ مفيش موضوع اصلا يا حاج، ده مجرد بلاغ كيدي. البت دي حاولت تقتل الحاج سعيد، وبعدين امها كانت بتشتغل عند حضرتك وانتي طردتيها عشان عدم امانتها. فلما تيجي بقى البت دي وتتهمك ولا اعوذ بالله وتقول ان الحاجه هنيه قتلت الحاج ابو الدهب، مين هيصدقها؟ وبعدين القضيه دي خلصانه من زمان وعبد القوي اتسجن فيها. امال هم استدعوني ليه؟ روتين يا حاجه، مجرد روتين، في بلاغ يبقى في استدعاء. طب انا عاوزه اشوف البت دي. بنت مين؟ البت نجف. حاضر يا حاج، هي كده كده هتخرج الاسبوع اللي جاي. بقول لك ايه، بقى عدى عليا بقى كده نشرب لنا كوبايتين شاي، عشان بقالنا زمان ما اتكلمناش مع بعض. عاوزاك في موضوع مهم قوي قوي قوي. ماشي؟ ماشي يا حاجه. سيف قال لي ان البلاغ اللي قدمته فالص وما منوش فايده. يا اخويا الناس ما بتسمعش النصيحه لكن تطرطق ودانها للفضيحه يا سعيد. انت رحت مني في ايه؟ ها؟ لا مفيش. بصي ما تقلقيش، انا هتصرف. هتتصرف ازاي؟ يا ست انا هتصرف زي ما اتصرف، لو مش عاجبك تصرفي قولي لي على تصرف اعمله وانا اتصرفه. اقطع خبر؟ ايه ده؟ اقتلها؟ ايه؟ هو ما فيش غير القتل يعني؟ هتها؟ موتها بجلدها، خوفها، قول لها لو فتحتي بقك بكلمه مش هتشوفي شمس الدنيا. طيب حاضر. اخبار المعدوله ايه؟ هتعمل معاها ايه؟ معدوله مين؟ يا اخويا اللي جبتها وقعدتها في بيتنا وركبت على دماغنا ودلدلت وفي الاخر طلعت بير ناشف. يا اخويا استنى هنا، هتسمع الكلام وغصب عنك هتطلقها وهتتجوز واحده تانية وهعمل لك فرح في الحاره دي كلها. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ بقول لك ايه يا ام سعيد؟ نعم. سعيد ابنك على اخره هنا اهو. ده والله هنا اهو. يا سلام. فاهماني؟ فابوس ايدك سيبيني في حالي وشوف مين اللي بيرن. منقذ. استغفر الله العظيم يا رب. العوافي عليه. تحية. عبده كان طالع لك، قلت له لا انا اللي هطلع عشان اشوف ست الناس. انزل له انت بقى يا حبيبي، شوف هو عايز ايه ولا هزعجك يا ست الستات. لا يا اختي مش هتزعجني ولا حاجه. خش على المطبخ، الحوض مليان مواعين، البت السخامه ما جاتش النهارده تغسله. يلا يا اختي روحي اشتغلي شغلتك القديمه ولا نسيتي؟ يا اختي انت تأمري، انا عارفه انك انت كبرتي والعظمه كبرت، واللي عنده صحه يساعد اللي ما عندوش، ولا ايه يا سعيد يا ابني؟ طيب انا هنزل بقى، واضح ان انتوا وحشين بعض بقالكوا كتير. يلا عن اذنكم. الاول ما فيش غير لقوه منه. الحمد لله. يا اختي كبرت علتك يا وليه، ده انت اكبر مني بزمان الزمان. كبرت مقام يا ست الناس. قولي لي بقى عندك ايه تاني غير المواعين؟ قومي يا وليه، ما عنديش حاجه. قومي يا وليه عشان ما عدتش طايقه اشوف خلقتك قدامي. روحي منك بقت هنا اهو. يلا اتفضلي اخرجي من هنا. من عينيا يا حبيبتي. ابعت لك الواد بتاع الصيدليه يجيب لك شويه ادويه، يمكن تكون الادويه اللي عندك خلصت. طب قومي يا وليه، قومي يا اختي طب يا لهوي. قومي يا وليه، قومي ضربة الدم تشيلي. إلهي تتعطري في السلمة المكسورة تنزلي على رقبتك وعلى جدورها تتقطم. جاتك 60 نصيبة. هو انت فعلا عايز سعيد يخلف؟ بتبصلي كده ليه؟ تقصدي ايه بقى بالسؤال ده؟ يعني حساك مش عايزه يخلف. حساني؟ وجايبه بقى الاحساس ده منين؟
ده اللي باين في عينك يا دكتور. قفشت ليه؟ احنا بنرغي يعني وبنتسلى. ممكن تتسلي في اي حاجه تانية؟ زي ايه طيب؟ زي التجربه اللي احنا شغالين عليها، المقاولين اللي مش عايزين يصبروا. ما خلاص اتحلت، الطبيعة والكون حلوا لك كل حاجة وخلاص. سخروا لك سعيد اهوت، وافق على التجربة الخطر بتاعتك. طول عمري بكره المتشددين علشان هما متطرفين، انما اللي زيك متشدد ومتطرف اكتر منهم. ما تعيش الدور قوي كده يا نبيه، عايش لي دور الملاك وخلاص الجناحات طلعت. نبيه اعترف ان انت بتستغل اخوك. عبد الحكيم مش سهل، وبعدين انت اللي جايبه لي القضيه دي فلازم اشرفك. طيب يا سيدي اتفضل، مقدم اتعابك في القضيه. ايه ده؟ 10 مليون جنيه؟ وفي زيهم كمان لما يطلع النطق بالحكم. هي الناس دي شغلها مظبوط؟ اه طبعا مظبوط جدا، دي ناس كويسه قوي، بس هو يبان عليهم كده يعني علشان هما بيدفعوا كويس. بس صدقني الناس دي فلوسها حلوه قوي، وبعدين احنا مستعدين ندفع لك اللي انت عايزه. احنا مستعدين؟ سهام انت شريكة الناس دي في الارض؟ لا هو يعني مش شركتهم قوي كده، بس في بيني وبينهم مصالح كتير قوي يعني. وبعدين الناس دي تقدر تخليك بدل ما تكسب بملايين تكسب بمليارات. ثانية واحدة هرد عليهم. ها؟ بالمليارات؟ يا ابني الكل حقيقة والشين، كل قانون أو حتى شريعة روح، واللي وضعوا القوانين دي بشر زينا مش قديسين. نسلم لهم بدون ما نفكر ونقول علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم؟ لا يا ابني، كل طائره في عنقه. انت اللي هتتحاسب، انت اللي هتتحاسب على عقلك اللي ما شغلتوش وضميرك اللي طرمخت عليه وانت معلقها في رقبة غيرك وقوانينه. اتق الله يا ابني، اتق الله، اتق الله. الله العظيم يا رب. مسمي نفسه راجل قانون، وفين القانون ده؟ والمفروض ان القانون يقف جنب الضعيف، يقف جنب الغلابه ويجيب حقهم، لا يدوس عليهم ويبهدلهم. ازاي الواحد يجيله قلب يدافع عن مجرم؟ بينام ازاي وعينه بتخفى وقلبه ازاي بيبقى مطمن وهو واخد حق غيره؟ ايه، ما بيخافش من ربنا وعقابه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. سيدي الرئيس، وقفت في السابق مدافعا عن المتهمين في قفص الاتهام ظنا مني ببراءتهم، ولكن اعترف اليوم امام سيادتكم بانني قد اخطأت. نعم لقد اخطأت. القسم الذي اقسمته يحتم علي ان احكم ضميري. اعلم انه من واجبي ان ادافع عن موكلي، وانه له كامل الحق ان يكون هناك من يدافع عنه، ولقد فعلت ذلك في السابق. ولكن بعد ما انكشفت الحقيقة امامي فانا اتنحى عن هذه القضية، واقدم لسيادتكم كل الادلة التي تؤكد حقارتهم. خدعوني يا سيادة الرئيس. كانوا عايزيني ادافع عن شوية مجرمين سرقوا المال العام، وللأسف أنا اتخدعت كمان من أقرب الناس ليا. الست اللي المفروض تبقى حريصة عليا وعلى أموالي
اللي انا بكسبها من عرق جبيني بالحلال، لكن للاسف هو ده اللي حصل. اسمح لي ان اقدم لهيئه المحكمه الموقره كل ما يؤيد اقوالي واتهامي لمراتي، علشان تقف معاهم في قفص الاتهام وياخدوا اقصى عقوبه. واخيرا الله المستعان وعليه التوفيق. شكرا سياده الرئيس. لن تستقيم الحياة ونحن نخدع أنفسنا، إننا نتهم التاريخ بأنه يعيد نفسه، وفي الحقيقة نحن من نكرر نفس الأخطاء. نحن التاريخ للأجيال القادمة. اليوم انتصرت على نفسي وتأكدت من أن والدي مدرس التاريخ البسيط على حق عندما قال: الفلوس تكشف رداءة النفوس. إذا كنت شخصا رديئا قبل المال، المال سيزيدك دناءة فوق دناءتك، وإن كنت خلوقا قبل المال، فالمال سيزيدك أخلاقا وشرفا. المال يظهر الحقيقة فقط ولن يغير شيئا. ماشي، طب هكلمك تاني. مديحة، معقول؟ ايه ده عصام؟ ازاي؟ يخرب عقلك، عامل ايه؟ الحمد لله، ما عرفتكيش، وحشاني جدا، مبسوط قوي اني شفتك. والله وانت كمان ليك وحشه، بقالي كتير ما شفتكش. معلش الشغل واخد كل وقتي. وبتشتغل ايه بقى دلوقتي؟ انا يا ستي مصور، بس مش اي مصور، انا مصور للمشاهير بس، النجوم. مصور مشاهير؟ يعني انت بتقابل مشاهير وتتكلم معاهم عادي كده؟ يا بنتي دول بقوا اصحابي، سيبك مني انا. انت عامله ايه؟ انت بقيتي مزه حلوه قوي. ما تحترم نفسك يا عصام، في ايه؟ لا انا قلت حاجه غلط؟ ده انا بقول لك بقيتي حلوه قوي. طب على فكره انت بقيتي صاروخ. طب لم نفسك. هو فيها مديحه؟ هو فيها عالم؟ هو يقول لحد كلمه حلوه اليومين دول يزعل؟ امال بقى لو قلت لك كلام وحش؟ كنت قمت سبتك ومشيت. بعدين ايه ده؟ فين دبلتك؟ هو انت مش كنت خاطب البت نورهان ايام المعهد؟ نورهان؟ هو انت لسه فاكره؟ انا الحمد لله ربنا نور بصيرتي وما اتجوزتش. على اساس يعني ان الجواز ده حاجه وحشه؟ لا لا لا، لا سمح الله ما اقصدش كده. انا بس كل الموضوع ان الجواز مش جاي معايا سكه، انا كده في الانجوي. سيبك مني انا. انت بتعملي ايه في حياتك؟ ما بعملش حاجه، يعني بشتغل، بس صراحه بشتغل كده شغلانه مش على مزاجي. طب تحبي تبقي نجمه؟ انت هتشتغلني؟ انا بتكلم جد. انا ممكن اعمل منك نجمه انت نفسك ما تعرفيهاش. خليكي واحده تانية خالص، بس سيبي لي نفسك. هو انت بتتكلم بجد يا عصام؟ يعني هو ينفع ابقى نجمه؟ ينفع؟ لو ما ينفعش هنخليه ينفع. على العموم هستناكي بكره تعدي عليا في الاستوديو، وده الكارت بتاعي. انا هعمل منك نجمه انت نفسك ما تعرفيهاش. انت فاكر ان اللي انت عملته ده هيعدي بالسهل؟ امشي اطلعي بره. الناس دي ما بتهزرش، واللي حصل ده هتدفع ثمنه غالي قوي. انت جايه تهدديني؟ ايوه بهددك. انا ممكن اعمل لك محضر تعدي وكمان فقري، وهتفضل طول عمرك عريان. والمكتب ده انا هقفله لك وهشطبك من النقابه، ومش هتلاقي اي حد يقف جنبك، وهتجيني زاحف يا عبد الحكيم. وانا اهو وانت اهو. في الحقيقة يا سعيد كلام مارينا ده منطقي وعقلاني جدا. احنا فعلا لو اشترينا مستشفى جاهزة ده هيوفر علينا مجهود ووقت كبير. احنا لقينا المستشفى اللي احنا عايزينها، هي في اكتوبر، بس صاحبها طالب مبلغ كبير شوية.
لو خدناها صدقني احنا اللي هنبقى كسبانين. ها قلت ايه؟ طيب انا هكلم مارينا واخليها تحدد لنا ميعاد مع صاحب المستشفى. يستأذنك. الواد سعيد مش عاجبني. ايوه مش عارفه، حاسه كده زي ما يكون في حاجه مخبيها عليا. موضوع وفاة مش اكتر يا حاج. البت راكبه ومدلدله. ايوه راكباه. دي راكبه ودايسه بنزين واسحه. انا عارفه انها مش سهله. بس الحاج سعيد برضه مش سهل. بقول لك ايه، انا عاوزاه يتجوز النهارده قبل بكره. مالك يا اخويا ما بتردش ليه؟ يا واد انت ما انتش فاهم، سعيد لو اتجوز البت وفاء مش هتقعد في بيته يوم واحد، لا يوم ايه، ساعة واحدة. ايه ده؟ ايه ده يا ناس الدماغ دي؟ لا مؤاخذة يعني يا حاجة، انت وفرتي كتير على الشيطان. الدماغ دي مش محتاجة حد يوسوس لها خالص. يا واد انت يا ولا. في حاجة كمان يا واد. اموريني. البت نجف هتتربى. لا تتربى مين؟ حبيبي دي لسانها هيفضل يدق يدق يدق، دي لسانها ده لازم يتقطع من لغلوغه. امال ايه؟ نقطعه. مش انا المحامي بتاعك؟ طبعا، امال ايه؟ طب ليه تمضي على حاجه من غير ما تقول لي؟ في ايه العقد يا متر؟ ما تقلقنيش يا سيدي مفيش حاجه، بس ما ينفعش تمضي على حاجه غير ما ترجع لي. ماشي حاضر، بس برضه لو في حاجه ما تخبيش عليا. ما انا بقول لك مفيش حاجه، بس انا متضايق عشان انت اتصرفت من دماغك. انا قلت يعني الحكايه مش مستاهله، ده عقد شراكه، هيبقى فيه ايه يعني؟ طب بص بقى عشان نبقى متفقين، اي حاجه فيها تعاملات ماليه او اي حد يقول لك امضي على عقد او اي حاجه من دول ما تعملهاش غير لما تيجي تاخد رايي. اتفقنا؟ اتفقنا متر. ماشي هستأذن انا. طب استنى، انت ما شربتش حاجه؟ لا معلش ملوش لزوم، اصل النواشي بعافيه شويه، لازم اروح اطمن عليها. الف سلامه. السلام عليكم. سلام. ناوي على ايه يا سعيد؟ قلت ايه؟ في ايه؟ تسلميني نفسك. انت عبيط بقى ولا ايه؟ مش قصدي، انا اقصد تسلمي لي نفسك، هخليكي نجمه والدنيا كلها تتكلم عنك والفلوس هتبقى تراب تحت رجليكي. قلت ايه يا مديحه؟ طيب اهلا اهلا. مساء الفل يا حاج. ازيك يا عبد الحكيم؟
شاي معايا؟ يا سلام، شايف الخمسينة بقى من ايديك دي؟ يعني اكتر حاجة بحبها في حياتي. تمام. إذا قابلت من يفهمك في هذه الحياة بصدق حافظ عليه جيدا ولا تفرط به أبدا، وتذكر دوما إنها إحدى عطايا القدر الأثمن في مشوار العمر، تلك التي ربما لن تتكرر. الله. فهناك أشخاص خيرين مباركين إذا دخلوا حياة طيبوها وزادوها اتساعا، هم عطايا الله على هذه الأرض، وقد نحرم أنفسنا منهم بسبب أحكام مسبقة أو خوف. اللهم إذن للحواجز بيننا وبينهم لنتعرف عليهم ويعيد لنا النور في ظلام حياتنا. ايه الكلام الجامد قوي ده يا حاج؟ ده شعر. يا واد بتدلع ابوك يا واد. استنى بقى، الست. الله الله على الست. على مهلك يا حبيبي. اتفضل. عارف، ام كلثوم دي كانت ست ذكيه جدا. شوف انا لما بتكلم عنها بقول ايه؟ الست. لما كنا نستنى حفلاتها نقول حفلات الست، لما نسمعها نقول بنسمع الست. طب اقول لك على حاجه مش هتفتكرها. وانت صغير لما كنت اقعد اسمع ام كلثوم كنت تتضايق، تقول لي انت بتقعد تسمعها الوقت ده كله ليه؟ كنت بقول لك ايه؟ تفتكر؟ طبعا فاكر. كنت بتقول لي لما تكبر ويقبلك المنطق الخاص بيك والفهم هتسمعها وهتحبها. هو ده. ام كلثوم غنت لكل الشعراء العرب. اراك عصي الدمع، ابو فراس الحمداني، غدا القاك، للهادي ادم، ثوره الشك، للامير عبد الله الفيصل، وغيرهم كتير، والكل حبوها، وهي عملت نقله في حياتهم. الفن يا ابني كان بيجمعنا كلنا حوالين بعض. صحيح. الست لما تبقى ست تبقى شيء عظيم، شيء شامخ، بتغير في المشاعر. انا طلقت سهام. زعلان؟ زعلان ان انا ما خدتش بالي، زعلان ان انا دورت على الدنيا بطريقه غلط، زعلان ان انا ما اتعلمتش وما فهمتش من تجربتي مع مديحه. مش عارف ازاي ده حصل. مهزوم؟ حاسس ان انا عمري ما حبيت بجد. غلط. العلاقه بين الزوجين اساسها حاجه تانية خالص غير المشاعر والحب. اساسها الموده والرحمه والتفاهم والاحترام. المفاهيم دي اصعب من الحب. على فكره الحب ما بيحتاجش مجهود. ازاي بس الحب ما يحتاجش مجهود؟ ما الكلاب بتحب على نفسها 24 ساعه في اليوم. البنات بتحب في الراجل مثلا تفاحه ادم، سبسبه شعره، وسامته، عربيته طبعا، الفلوس اللي عنده، عدد الكروت في محفظته. والراجل برضه يحب الست الجميله. نبص لبعض، نعجب بعض، مفيش اسهل من كده. المجهود الحقيقي إننا نخلق المودة والرحمة حتى بعد الحب ما يروح. الحمد لله إذا رزقنا الحب الطاهر في القلوب الصادقة. هو ده الفوز العظيم من بحر الحياة. فهمت يا عبقري زمانك؟ فهمت يا جامد قوي. نسمع بقى أم كلثوم ونعدل المزاج مع الشاي. بس أم كلثوم بتغني للحب؟ يا ولا يا ولا افهم بقى يا ولا. الراجل مننا بيحب يعني ساعات كده شوية كلام يخليه يعيش في عالم مثالي، عالم يعشقه. الله عليك. كل واحد له أحلامه برضه وعايز يعيشها. نديها أم كلثوم بقى. ابتديت دلوقتي بس أحب عمري، ابتديت دلوقتي أخاف
اخاف لا العمر يجري. انا رجعتني شباب يا ولا. اعمل لك الشاي بالقرنفل نعناع زي ما انت بتحب يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا حاج. يا حبيبتي في بقالك كام يوم كده سرحانة؟ لا ابدا. لا أبدا. تفكري في إيه؟ هسيب الشغل. هتسيبي الشغل؟ ده ليه يعني؟ مش حاسه ان انا هوصل هنا لحاجه، يعني باجي زي ما باجيش، وبعدين بحس ان سعيد بيمن عليا بالمرتب اللي هو بيديهوني. يعني أفهم من كده إنك لقيتي شغل تاني مثلا؟ بس هلاقي. هتلاقي مديحة، ما ترسيني كده إيه اللي بيدور هنا؟ ولا حاجه والله، زي ما بقول لك يعني. بص، انا مش حابه اشتغل هنا خلاص، وحاسه ان هبقى مبسوطه لو مشيت. انت بقى بقول لسعيد ان انا مش هاجي تاني. ده أنت خدتي قرارك بقى. طب على الأقل خدي رأيي. جرى ايه حته مني؟ هو انت هتتضايق لو انا بقيت مبسوطه؟ لا بالعكس، إن أنت تبقي مبسوطة أنا كمان أبقى مبسوط. خلاص، انا هبقى مبسوطه لو مشيت. سلام. وأنا اللي كنت ابتديت أقول خلاص في ستات عاقلة كلهن مجانين يا راجل أنت. سيف ما بيعملش حاجة منه لنفسه، لازما يبقى قايل لك. انت عايز ايه دلوقتي؟ أنا عاوز أعرف أنت ونبيه كنتوا ناويين على إيه؟ يا سيدي مش ناويين على حاجه. لا ناويين. يا سيدي مش ناويين. الله، انت مش كنت عايز تبقى شريك وبقيت شريك؟ أيوه. امال ايه؟ وعايز تعيش في بيت ابوك وبتشتغل معايا وبتاخد كل اللي انت عايزه. انا مش فاهم مين اللي لعب في دماغك؟ الله يا ابني، ما كل حاجه زي ما هي، نسبتك زي ما هي وحقك زي ما هو. مش معقوله بقى كده يا عبد القوي كل يومين تهب منك. لا ما هبتش مني، أنا عاوز أعرف دلوقتي راسي من رجلي. يا تبطل هبل. هبل بهبل بقى، أمال لما تشوف الجنان الرسمي. طب ايه؟ محدش له حاجه عندي، وانا بديك المال ده صدقه عطف. وبعدين مش بيقولوا الاقربون اولى بالمعروف؟ اكفر بقى. لا ده انا اروح فيك في داهيه. اهدى 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 يا ابن ابويا كده. اهدى عشان خاطر لما بتهب منك عينيك بتدخش، ما بتبقاش عارف انت بتكلم مين. انت بتكلم الحاج سعيد ابو الدهب، وحش من وحوش الساغه. المال مالي واعمل فيه اللي انا عايزه بطريقتي. ادي اللي انا عايزه وما اديش اللي انا مش عايزه. ولعلمك انا سايبك انت واخوك بس كده تاكلوا عيش. استغفر الله العظيم. اللهم اخزيك يا شيطان. شيطان داخل بالاخوات. نقول ايه يا عبده؟ يالا ليه توصلني للمرحله دي؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا عبد؟ خلاص يا عبده بقى، خلاص خلاص يا عم. ما انت عارف ان اخوك الكبير حمقي وخلقه ضيق. في ايه مالك؟ احلف لك ان انا ما اعرفش سيف ليه اتصرف كده.
هو بيحب ساعات كده يجود بينه وبين نفسه. طيب يرضيك ايه؟ اعمل لك عقد من اول وجديد؟ انا مش فارقه معايا. خلاص بقى. انا ما تخليش دماغك دي تسوحك. انا بحوشهم لك عبيط. يا ساتر يا ساتر. مش قلنا مش هتجيب له سيرة؟ ما قدرتش. أخوك تعبان. اسمع مني، أنا عارفة إن اللي عمله وبيعمله كبير، بس معلش الحلو يحل الدنيا ويزيل الهم. حلوة يا بنت اللي حل الدنيا ويزيل، لما مش شغل الفوازير ده. اللسان الحلو، الإيد الممدودة. أخوك مكسور بسبب الخلفة. هو ده بيحس؟ ده جبلة. باين في عينيه. أقول لك اعتبرها فرصة وجات لحد عندك، اقف جنبه، طبطب عليه، اثبت له إن الأخ سند. هو فيها يا بنت مالك؟ انت مالك شوية عمالة تحنني قلبي عليه كده ليه؟ في ايه؟ خايفة. أنا في عيل على إيدي وفي عيل جاي في السكة، عايزاهم يتربوا في عزك يا أخويا. قصدك انت خايفة يعني سعيد ونبيه يعملوا فيا حاجة؟ لا أنا مش قصدي كده، بس يعني انت عندك حق. والله ما قصدي كده، بس أنا مش عايزاك تبقى زي الخيل اللي بيجري ويرمح في الأرض وفاكر إنه مالكها. لا، إحنا آخرنا قبر مفتوح، يبقى على إيه هنهري وننكد في نفسينا؟ تعالى انا وشي. تعالي. حاضر حاضر جاي. سعيد تشرب شاي؟ يا ريت. ابوك هنا؟ لا، راح عند عم هلال. احلى كوباية شاي. مالك يا سعيد؟ وشك مش عاجبني. انت كويس؟ باين عليا قوي كده. باين ان وشك تعبان، باين ان انت شايل كتير. صدقتم بالله. لا اله الا الله. انا كنت عارف ان محدش هيحس بيا في الدنيا دي كلها غيرك انت. وانا واقف على الباب بره كانت هموم الدنيا كلها فوق كتافي زي الجبل. اول مره حد بيسالني واللهفه دي في عينيه، حسيت بس دلوقتي ان الجبل ده نزل من على كتافي، كسرته ب100 حته. صدق عم هلال لما قال الصاحب اللي بجد رحمه من ربنا في الدنيا والاخره. مالك يا صاحبي؟ فيك ايه؟ ده تعبان. تعبان يا ابو حكيم. ده انت شايل كتير. ارمي همومك على كتافي يا صاحبي وانا شايل. فيك ايه؟ فهو كده. ده انت لو طلبت عين من عينيا اعطيها لك.